السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالما صار البوق علني حسب قول القاضي حيدر حنون المحترم قاضي النزاهة، قال هاي الجريمة حصلت بوضح النهار، يعني البوقة علني. طالما صارت بالمليارات وبالتريليونات وكل من يحط له مشروع بكيفه وكل من يبوق بكيفه، وصايرة على مناشدة إلى رئيس مجلس الوزراء محمد الشاعر السوداني المحترم، نريد من عندك تطفي ديون الكهرباء على المواطنين، وخصوصا في محافظة البصرة والمحافظات الجنوبية الأخرى، باعتبار الجو حار وعليهم الفشل الكلوي والسرطان والمخدرات والعطالة بطالة، والشباب كلها قاعدة والناس حايرة برواحته، وكل بيت مطلوب مليون ومليونين وثلاثة وأربعة وخمسة. نريد تطفي الديون. هي شو صايرة كل من إله يا ولجي ياخذ له كرفة من هذا البلد. المواطن طيحوا له فلوس الكهرباء، قولوا عمي هنا تصفير، نبدأ صفحة جديدة. التجاري خارج قوس، نتحدث فقط عن المواطنين المطلوبين لوزارة الكهرباء. وتعرفون وزارة الكهرباء شنو بيها من بعد، احنا ما نريد ندخل بالتفاصيل، خصوصا في محافظة البصرة الجباية. نتمنى من رئيس مجلس الوزراء اطفاء الديون المترتبة على المواطنين، وهذا مطلب جماهيري، وندعو المواطنين المؤازرة والتعليقات والمشاركة للفيديوهات. عندنا حملة نريد نطفي الديون المترتبة عليكم، وهاي أمام أنظار رئيس الوزراء. بالله وبيك عمي مطلوبة العالم، والناس ما عندها، يجيهم الراتب يذبون على المرض، على الصيدليات، على المستشفيات الأهلية. الناس تدمرت، ما راح يشيل المواطن، وهذا المليون مليونين طيحين. هي شو صايرة بعد؟ شوف عينك انت بقلب المعركة.